السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تانية سنة عاملين يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة مع بعض أول حصة تطبيقية، ده إيه؟ فرع الإيه؟ الديناميكا. والله إحنا خدنا الترم اللي فات الاستاتيكا وهندسة فراغية، الترم ده عندنا ديناميكا وإيه؟ واحتمالات. طيب عرفنا إن الاستاتيكا كان هو علم سكون الأجسام وكلها إيه؟ مش عارف جسم ساكن، جسم يتزن عند مش عارف إيه، اتزان يعني سكون يعني. أما الديناميكا علم حركة الأجسام، حركة، بنتعامل مع حركة أجسام، جسم عمال يتحرك. طب تمام ماشي يا عم. قال لك بقى أول درس عندنا والله هو اسمه الحركة المستقيمة. الحركة الإيه؟ المستقيمة. قال لك والله عندنا في الدرس دوت هنتعامل مع المتجهات، الإزاحة والمسافة والسرعات والكلام ده كله. والله احنا هناخد كل دروس الديناميكا. أنت عندك 4 دروس الديناميكا، 4 دروس هناخدهم إيه؟ هناخد كل درس على إيه؟ حصتين. تمام، يعني في دروس هناخدها في حصه، في دروس هناخدها في حصتين. اول درس وتاني درس هناخدهم على حصتين، والتالت احتمال برضه نقسمه على حصتين، واحتمال ناخده برضه في حصه، على حسب يعني زي ما احنا ماشيين كده. والله زي ايه ما الظروف يعني ايه ماشيه معانا، وزي برضه ايه لو حسينا ان احنا هنتاخر قوي لا هاخد الدرس في حصه، لو حسينا ان احنا ماشيين كويس ومفيش اي تاخير هناخد عادي الدرس على حصتين. احنا ان شاء الله هنخلص يعني 3 دروس او 3 دروس كده وايه ونص الرابع في الايه الديناميكا الشهر دوت. هيبقى فاضل لك ايه نص الدرس الاخير او الدرس الاخير كله. تمام، والايه الدرسين بتوع الاحتمالات، وكده منهجك خلص. يعني احنا ان شاء الله على ايه الشهر الجاي شهر 3 هيكون منهجك كله اتقفل، منهجك كله اخر 3 بالظبط هكون خلصت لك منهجك. هيبقى فاضل لك 4 بقى كده وايه، وبدايه 5 هتكون بقى ايه الامتحانات. يعني هناخد حصتين بس في 5 او محاضرتين في 5، وبعد كده هتلاقي عندك الامتحانات دخلت. فاحنا نكون رجعنا تقريبا شهر وشويه. ده بالنسبه للديناميكا ايه للتطبيقيه. اما بقى البحثه والله هي مطوله شويه ومرخمه شويه، يعني هي هتطول وهترخم بس شويه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان انا انزل لك، يعني حاسس برضو انها تبقى حاجه رخمه لو انا نزلت لك يعني محاضره واحده فيها شرح درسين، حاسس ان هي تبقى رخمه شويه. فانا بايه بنحاول ان احنا برضو بنحاول ان احنا نعملها. لو انت موافق والله ننزل لك شرح درسين في محاضره واحده عادي، ما عنديش اي مشكله نعملها لك، بس انت تستحمل وتقعد تسمع الدرسين. ما تنزلوش مثلا تقعد تسمع لي اول درس والباقي ايه خلاص هبقى اسمعه مره تانية وما تسمعوش اصلا. فاحنا يعني ايه عايزين لما ننزل حاجه انت تسمعها. والله تقدر تسمع الدرسين ماشي كان به، مش هتقدر خلاص نستمر زي ما احنا ماشيين كده. بس هنت ايه يعني بدل مثلا مكان لو احنا مثلا هنشتغل محاضرتين، يعني مثلا اما اسف ايه درسين في محاضره مثلا بالنسبه للبحث. والله لو انت هتقدر تذاكرهم ماشي ننزل لك، يعني بدل ما هم 3 مرات في الاسبوع هننزل لك مرتين في الاسبوع، هننزل لك محاضرتين 2 بس في الاسبوع، وكل محاضره فيها درسين يعني 4. اما بقى عندك والله هننزل لك 3 ايام في الاسبوع، ده لو كل ايه مره محاضره فيها درس واحد يعني 3 دروس بس. انت شوف انت عايز ايه احنا معاك. انا مش هنزل عن كده، لان انا عايز اخلص برضو ملتزم بمنهج عايز اخلصه. لو انا فضلنا ماشيين كل مره درس كده والله احنا تقريبا هنخلص على يعني نص 4 كده، نص 4 او بدايه 4 كده بالكتير يعني. تمام يا عم تمام ماشي. خش بس عشان ايه ما نطولش وعايزين نخلص ايه على طول كده. اول حاجه عندنا حاجه اسمها متجه موضع. انت كنت خدته في ايه في اولى ثانوي، بس هنقول الكلام ده تاني. طيب متجه موضع، قال لك والله متجه الموضع دون معاك مثلا الاحداثيات بتاعتك بالشكل الاتي كده، محاور بتاعتك. طيب قال لك المتجه بتاع الموضع، قال لك هو المتجه اللي يبقى طالع منين من نقطه الاصل وبايه لاي نقطه بقى عندك، اي نقطه عندك انت رايح لها، اي نقطه تقف عندها. تمام، فبنسمي مثلا ايه هنسمي النقطه دي الف. تمام، وهنسمي النقطه دي مثلا 7 و3 مثلا، 7 و3 مثلا يعني. فهيبقى ايه المتجه الف، ده المتجه الف اسمه متجه موضع، هنسميه متجه الف. احنا كنا على ايه بنكتبه واو الف بالشكل ده كده. ليه؟ لانه جاي من واو اهو، بادئ من واو مش عند الف كده في الاتجاه ده كده اهو، اسمه متجه موضع. اي متجه خارج منين من نقطه الايه السكون لحد بقى ما هيقف، بقى مكان ما هيقف يعني. تمام يا عم. فايه قلنا كده كده الواو بتتكرر في كله لانها دايما بتبقى بادئه من عند نقطه الايه السكون اللي هي الواو. طب اسف نقطه الاصل. فايه كنا بنكتبها المتجه ايه الف كده، لو مثلا كده كنا بنكتب المتجه باء وهكذا يعني. كان النقطه دي مثلا بقى كده بنكتب المتجه باء، لان الواو كل مره تتكرر فكنا بايه بنقول لا ما بنكتبهاش احسن يعني وخلاص. ما علينا.
قال لك المتجه الف ده اللي قدامك ده كده هنكتبه ايه؟ اهو 7 و3 بيساوي 7 و3. قال لك دي صوره اسمها صوره احداثيه. في صوره ثانيه كان اسمها بدلاله متجهي الوحده الاساسيين. يعني الف كانت بتنكتب بالشكل ده كده 7، مش ده احداث س؟ يبقى 7 في ايه؟ في اتجاه س. طيب 3 بتنزلها باشارتها زي ما هي. ادي 3 ايه اهو موجب يبقى زائد 3 في اتجاه ايه؟ ص. يعني ص متجه لان دي احداث صاد. بس يا عم بس. ده بالنسبه للكلام ده كله. كان عندك حاجه اسمها ايه؟ الثانيه الصوره القطبيه. ما علينا يعني، سيبك انت من الكلام ده كله. الكلام ده كله احنا عدناه تاني في الترم الاول ودينا بنقوله تاني اهو. طيب ماشي. ده بالنسبه لمتجه الموضع. قال لك بقى المره دي احنا مش هنسمي متجه الموضع عندنا كده، لا احنا هنسميه ر. هنسميه ر متجه. برضو كنت انت تعرف ان هو اسمه ر متجه، بدل ما نسميه ايه؟ الف، لا هنسميه ر متجه. تمام يا عم؟ تمام يا عم. طيب ده بالنسبه لايه؟ لمتجه الموضع. بعد كده عندك بقى المسافه. قال لك والله المسافه انت عارف طبعا تعرفها من الفيزياء. قال لك ايه المسافه؟ هي ايه المسافه؟ شوف مثلا انا دلوقتي مثلا واقف ايه؟ عندي جسم واقف عند النقطه دي كده، تنى ماشي لحد ما واصل لحد هنا كده. قال لك ايه؟ هيطلع من عند النقطه دي اسمها الف والنقطه دي اسمها ب. قال لك المسافه هي البعد بين ايه؟ البعد او ايه كل الايه المسافه او كل الايه البعد مع اسف تمام اللي هيتحركوا الجسم. يعني مثلا ايه؟ اتحركت كده اهو من الف رحت لب، هتبقى دي اسمها ايه؟ المسافه. تمام يعني. طيب او مثلا ايه؟ طب انا مثلا رحت من الف لب ورجعت من ب مثلا لحد هنا كده ووقفت. يعني انا رحت كده ورجعت كده اهو لحد النقطه دي مثلا اسميها ج. يبقى المسافه اللي قطعها الجسم قد ايه؟ الف ب زائد ب ج. دي كل المسافه اللي قطعها الجسم، دي المسافه. طب الازاحه؟ انما بقى الازاحه قال لك هي البعد بين نقطه البدايه والنهايه بس. شوف نقطه البدايه فين؟ ادي يا عم نقطه البدايه هنا اهو. ده اللي ايه؟ نقطه البدايه اللي انا كنت بادئ الحركه من عندها. وقفت فين؟ وقفت هنا. قال لك يبقى البعد ده كده، البعد ده كده، الجزء ده كده هو اسمه الازاحه. اسمه الايه؟ الازاحه. بنرمز لها بالرمز ايه؟ ف متجه اهو. بس يا عم بس. ده الازاحه وده المسافه. طبعا انت عارف الكلام ده كله. طيب ما علينا. طيب عرفنا بقى ايه الازاحه. قال لك ايه الازاحه؟ طبعا انت عارف ان المسافه كميه قياسيه تعرف بدلاله المقدار فقط. طب الازاحه كميه متجهه. كميه ايه؟ متجهه. لازم يبقى ليها مقدار واتجاه. ماشي والله ليها مقدار واتجاه. قال لك طيب، قال لك الازاحه ديت والله لها ايه؟ قانون. لها ايه؟ لها قانون. لها قانون. قال لك ايه القانون بتاعها؟ قال لك والله القانون بتاعها بيساوي اللي هي ايه بقى؟ ف متجه بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي ر متجه ناقص ر صفر. ايه بقى الر متجه وايه الر صفر ديت؟ قال لك الف ديت انت عارف ان هي اسمها متجه الازاحه. ماشي يا عم ماشي، عرفنا ان الر متجه الازاحه. اركني انت على جنب يا ايه؟ يا ف. يلا تعالى لي بقى للر. قال لك ايه الر دي بقى؟ قال لك الر دهيت هي المسافه عند نقطه مثلا او عند لحظه معينه. المسافه عند لحظه معينه. قلت لك ايه؟ قال لك بقى والله عندك في متجه ديت اللي هي متجه الازاحه ليها قانون. ليها قانون. قال لك ايه القانون بتاعها؟ قال لك القانون بتاعها كالاتي: ف متجه بيساوي ر متجه ناقص ر صفر. ر ايه؟ متجه ناقص ر صفر. قال لك ايه الر متجه ديت؟ قال لك ده متجه الموضع عند لحظة معينة نون. تمام. طيب قال لك طب ايه الر صفر ديت او الر نود؟ قال لك والله ديت هي متجه الموضع عند موضع السكون او عند ايه؟ لحظة السكون اهو، او عند نقطة البداية. يعني مثلا اهو عندي مثلا جسم مثلا ايه؟ بادئ نقطة من عند النقطة دي كده اهو، مشي كده وبعد كده رجع كده وبعد كده قام جاي كده اهو. تمام. طيب من هنا كده هو الجسم لسه بدأ الحركة؟ لا، الجسم لحد هنا اهوت ما بدأش حركة. فبسمي ديت ايه؟ ر صفر او ر نون. تمام. طيب انما ايه؟ شوف دي كده، شوف دي كده اهو، شوف دي كده
اهو يعني الجسم مثلا مش قطع المسافه ده كده ودي كده، قطع الايه المسافه دي كده ودي كده اهو. تمام، يعني دي فيها اهوت واحد ودي فيها اتنين، المسافه الاولى ودي المسافه الثانيه. تمام، قال لك ده هي بقى دهيت دي، قال لك دي هنسميها الايه الر. تمام، طيب يعني الجسم يقطع الايه الجزء ده كده، او ديت الايه اللي هي ايه الازاحه اهي كده، بعد دي كده اهو. تمام، اللي هي دي الايه الازاحه يعني. طيب دي ايه الازاحه كلها. طب دي كده اسمها ر الايه ر 2 اهو. اي بقى ايا كان الر. تمام، احنا بايه بنقول مثلا الر هنا. تمام، يعني مثلا قال لك بعد مش عارف ثانيتين، فهاجي بعد ثانيتين واقوم رايح جاي جايب الايه الازاحه. قال لك بعد 5 ثواني، بعد 5 ثواني يبقى دي ر 5 كده وهكذا يعني. ما علينا، هعرفك كل التفاصيل دي حالا لما نخش. عايزك بس تعرف لي الايه القانون ده اهوت. تمام يا عم، تمام. قال لك طيب نيجي بقى ايه علشان نفهم مع بعض واحده واحده وكل الكلام ده كله، نبدا بالمسائل بتاعتنا واللي هيجي لك زيها في الامتحان واللي هتشوفها مع بعض كده. نبدا نحل مسائل عشان حضرتك تفهم. قال لك والله يتحرك جسيم، تمام، او جسم، بحيث كان متجه موضعه ر متجه بتساوي ن زائد 2 س متجه زائد 3 ن ناقص 2 ص متجه. تمام، اوجد متجه الازاحه ف. تمام يا عم، نجيب لك متجه، وعايز ايه متجه الازاحه ف. هات له يلا الف اهو. مش الف كانت بتساوي ايه بقى؟ كانت بتساوي الر ناقص ر نود او ر صفر. ايه بقى الر صفر ديت؟ صفر يعني هعوض هنا عن النون بصفر. يعني شايف النون اللي قدامك دي كده هشيلها احط مكانها صفر. طب عايز ر اهو، الر اللي هي اللي قدامك دي كده. طب تمام يا عم، يلا يلا والله اهو بيساوي الر عندك اهيت نون زائد 2 س متجه اهو زائد 3 ن ناقص 2 ص متجه. طب تمام، ناقص ر صفر. ر صفر قلت لك هتحط مكان النون كام؟ صفر. لما تحط لي هنا مكان النون صفر يبقى ايه 2 س اهو، يبقى ناقص. تمام، افتح قوس اهوت 2 س متجه. هتحط لي هنا مكان النون صفر. 3 في صفر بكام؟ بصفر. صفر ناقص 2 بسالب 2 اهو، يبقى سالب 2 ص متجه. تمام يا عم، تمام. طب يلا يلا مكملين. ادي يا عم يلا بعد كده وزع لي يلا السالب هنا جوه، السالب وزعها. لما تتوزع والله يبقى دي عندك هنا ايه؟ نشيل خالص اهوت، يبقى دي سالب 2. تمام، ودي موجب ايه 2 ص، يعني سالب 2 ايه س وموجب 2 ص. جمع لي عامل متشابه مع بعض. سالب 2 س مع ن زائد 2، سالب 2 مع ن زائد 2. والله السالب 2 تروح مع الايه الاثنين يبقى لك ن س. طيب هنا برضو موجب 2 تروح مع السالب 2 يبقى لك 3 ن ص. يبقى المتجه بتاع الازاحه اللي هو عايزه اللي هو فيه متجه بيساوي ايه؟ ن س زائد 3 ن ص. بس يا عم. طيب ماشي، بعد كده عايز معيار الازاحه عند ايه؟ اللحظه ن بتساوي 4. تمام، نجيب لك كل اللي انت عايزه عند ن بتساوي 4. والله عايز معيار الايه الازاحه. طب تمام، يعني عايز ايه عند اللحظه ن بتساوي 4؟ يعني هتشيل النون دي تحط مكانها 4. يبقى ادي اهو الفاء متجه بتساوي، هتشيل النون تحط مكانها 4 يبقى 4 س متجه زائد 3 في 4 بكام؟ ب 12، يبقى 12 ص متجه. طب المعيار اهو، ادي المعيار كان بيساوي ايه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع، يبقى 4 تربيع زائد 12 تربيع تطلع بكام؟ ب 13. تمام، طيب 13 هنسى ايه؟ هنعملها ايه؟ قال لك والله دي ايه؟ عايز معيار ازاحه. معيار ازاحه، تمام. قال لك والله الازاحه ايه؟ ليها مقدار وليها اتجاه. طيب بس هنا هو طالب ايه؟ هنا طالب معيار بس. طالب ايه؟ معيار بس، مش عايز الازاحه. طالب معيار الازاحه، انا عايز مقدار. معيار يعني مقدار فقط. تمام، 13 ايه؟ وحده طول. تمام يا عم. طيب بعد كده عايز معيار الازاحه من اللحظه ن بتساوي 2 الى ن بتساوي 4. والله تعالى كده نجيب له الاول معيار الازاحه من اللحظه. قال لك ايه؟ ن بتساوي 2 الى ن بتساوي 4. اول حاجه هروح اجيب له ر 2. يعني ايه ر 2؟ يعني ر بعد ثانيتين. بعد ثانيتين اروح اجيبها. يعني ايه؟ هشيل النون احط مكانها 2. يلا شيل النون هنا احط مكانها 2 كده. يلا يبقى دي ايه؟ ر 2.
شيل النون حط مكانها 2 يبقى 2 زائد 2 كام؟ 4. ادي س. طيب وبعدين شيل النون دي حط مكانها 2، ال2 في 3 ب 6، 6 ناقص 2 كام؟ 4 يبقى زائد 4 ص. تمام. طيب الى نون بتساوي 4 بعد اللحظه ايه؟ نون بتساوي 4. تمام. هشيل برضو النون احط مكانها 4 يبقى دي ر 4 بتساوي، يلا شيل النون حط مكانها 4، 4 و2 6 يبقى دي 6 س متجه. طيب 3 في 4 ب 12، 12 ناقص 2 10 يبقى زائد 10 ص متجه. طب وبعدين هو عايز معيار الازاحه. طيب الاول اروح اجيب متجه الازاحه. متجه الازاحه هنا هيساوي ايه؟ والله فيه متجه هيساوي ر 2 ناقص ر 4 اهو، او اسف ر 4 ر ايه؟ 4 ناقص ر 2. تمام يا عم؟ تمام. طب يلا نعوض. والله دي ر 4 عندك 6 ناقص 4. انت بقى بتيجي تجمع او تيجي تطرح ايه؟ جمع السنات مع بعضها والصادات مع بعضها. 6 ناقص 4 يبقى دي فيه متجه بتساوي 6 ناقص 4 كام؟ 2. تمام. طب وبعدين 10 ناقص 4 كام؟ والله 10 ناقص 4 6 يبقى زائد 6 ص متجه. تمام. تمام. هو عايز المعيار يبقى ده المعيار بيساوي جذر 2 تربيع زائد 6 تربيع. بس يا عم اشوف الناتج هيطلع كام؟ يطلع 2 جذر 10 وحدة طول. 2 ايه؟ جذر 10 وحدة طول. طيب ده بالنسبة لأول مسألة. لو ما فهمتش تعالى خليك معانا كده لحد ما تفهم واحدة واحدة. لسه هنحل زيها كمان يعني. طيب اللي عليه الدور بيقول لك بعد كده عندي حاجة اسمها السرعة المتوسطة. عندي حاجة اسمها ايه؟ السرعة المتوسطة. ماشي. شوف السرعة ايه حكاية السرعة المتوسطة دي. قال لك والله السرعة المتوسطة ده هي بتساوي مسافة كلية على زمن كلي. مسافة ايه؟ مسافة كلية على زمن كلي، ده السرعة المتوسطة. ماشي. قال لك برضو زي ما كان في هناك حاجة اسمها مسافة وحاجة اسمها ايه؟ ازاحة. قال لك يبقى برضو عندي سرعة متوسطة ومتجه السرعة المتوسطة. ماشي. طب المتجه هيجي بدلالة الايه؟ الازاحة. بعد كده عند حضرتك السرعة المتوسطة. والله السرعة المتوسطة اسمها عين ميم، نرمز لها بالرمز عين ميم. برضو زي ما عند حضرتك برضو في حاجة اسمها مسافة وفي حاجة اسمها إزاحة، عندك برضو حاجة اسمها السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة. قال لك طيب ايه السرعة المتوسطة؟ قال لك السرعة المتوسطة دي والله بتساوي مسافة كلية على زمن كلي. طيب ايه بقى متجه السرعة المتوسطة دي؟ قال لك متجه السرعة المتوسطة إزاحة كلية على زمن كلي. طيب ماشي، تعال نشوف واحدة واحدة. قال لك والله الأول السرعة المتوسطة، تعالى اكتب لي ايه القانون بتاعها كده. ادي عين ميم بيساوي عين ميم اللي هي السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ قلنا والله مسافة كلية، المسافة الكلية على الزمن الكلي. تمام يا عم؟ تمام يا عم. طيب دي بالنسبة لليه؟ للسرعة المتوسطة. طب متجه السرعة المتوسطة، قال لك والله متجه السرعة المتوسطة دوت بيساوي إزاحة كلية على زمن كلي. يبقى عين ميم متجه اهو بيساوي ايه؟ قلنا اهو الإزاحة الكلية على الزمن الكلي. الإزاحة الايه؟ الكلية على الزمن الكلي. طيب او بتساوي ايه برضو؟ قال لك مش ديت اللي هي الإزاحة برضو لسه حالا اهو الإزاحة في متجه. طيب يا عم مكملين اهو على الزمن الكلي. الزمن الكلي بقى احنا نرمز له بالرمز ايه بقى؟ والله الزمن كان ايه؟ بنرمز له بالرمز نون. تمام. طيب الزمن كله بنرمز له بالرمز نون. طيب يعني مثلا هنقول لك ايه؟ النون دي بقى قال لك القانون بتاعها، القانون بتاعها دوت بيساوي نون 2 ناقص نون 1. تمام. طب الفيه كان قانونها ايه؟ الفيه والله كان قانونها ر متجه ناقص ر صفر متجه. تمام. او الر ايه؟ او المتجه ر نون. تمام. على برضو نون 2 ناقص نون 1.
والله الايه دوت لو معاك الازاحه على طول تشتغل بيها على طول. طب ديت والله هعرفك امتى تشتغل بيها وامتى تشتغل بدي وامتى تشتغل بدي. هوريك المسائل اللي هنشتغل فيها بديت واللي هنشتغل فيها بدي واللي هنشتغل يعني دي هي دي على فكره، دهيت هي ده. تمام. ديت امتى هنشتغل بدي وامتى هنشتغل ايه بدول هعرفك حالا وهوريك نظام المسائل بتاعتهم. طيب نيجي بقى على ايه، عرفنا القوانين بعد كده بقى تعالى نخش على المسائل. طيب اول سؤال معانا بيقول لك قطعه سياره 45 كيلو متر على طريق مستقيم. طيب والله ايه الاول في حته المسافه والازاحه. والله كان عندك المسافه، الراجل كان بيقول لك ان المسافه دايما بتكون المسافه ده دايما اللي هي ف يعني المسافه ف متجه يعني الايه الازاحه. طيب قال لك المسافه دي دايما بتكون اكبر من او بتساوي الازاحه. قلنا امتى المسافه بتساوي الازاحه؟ والله يا محترم قلنا المسافه بتساوي الازاحه دي حاله وحيده لو الجسم اتحرك في خط مستقيم. طيب يعني مثلا الجسم مشي كده اهو، الجسم في ايه بقى اهو الممحى بس بالغلط اهو، الجسم اتحرك مثلا في الخط المستقيم ده كده من الف راح لب. طيب من الف لب مش دي كلها، دي كل المسافه اللي الجسم اتحركها من الف لب، يعني دي كلها الايه المسافه. طيب والازاحه، الازاحه كان تعريفها ايه؟ البعد بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. ما هو برضه نفس الايه الكلام، ادي نقطه البدايه اللي بدا من عندها وادي نقطه النهايه برضه الف ب. فالازاحه هنا بتساوي الايه المسافه لو الجسم اتحرك في خط ايه مستقيم. تمام يا عم تمام. اما بقى الجسم مثلا لو بيتحرك في اي حركه تانية غير الحركه في خط مستقيم بتبقى المسافه اكبر من الازاحه. تمام. طيب بنعرفك بس الكلام ده عشان ايه السؤال بس اللي هنحله حالا. تقول لي احنا كده جبنا المسافه، طب الازاحه فين؟ هقول لك الازاحه فين. طيب بيقول لك قطعه سياره 45 كيلو متر على طريق مستقيم تمام خلال 3/4 ساعه، ثم عادت قطعة 25 كيلو متر في الاتجاه المعاكس في زمن قدره نص ساعة. تمام. أوجد المسافة الكلية. عايز أجيب الإيه؟ المسافة الكلية. أجيب لك المسافة الكلية حاضر. طيب والله أنا عندك المسافة الكلية، المسافة اللي جه أهو. أول تعالى بس نرسم كده واحدة. قال لك مشيت السيارة مسافة 45 كيلو، أدي يا عم ال 45 كيلو بتوعك. طيب قال لك ثم عادت في الاتجاه المعاكس 25 كيلو كمان. تمام. المسافة كلها قد ايه؟ 45 زائد 25، يبقى المسافة كلها بتساوي ايه؟ اهو 45 زائد 25 تطلع 70 كيلو متر. طيب الازاحة ايه؟ طيب الازاحة اقصر بعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. اهو ادي نقطة البداية وادي نقطة النهاية اهو الحتة دي كلها اهي، الحتة دي بس ده هي بس. تمام. هي ديت الايه الازاحة. طب الازاحة بقى هتساوي ايه؟ قال لك والله الازاحة هتساوي 45 ناقص 5 وايه و20 تطلع بكام؟ ب 20. تمام 20. طيب ده الازاحه. طيب انا عايز اقول له انا عايز اعرفه ايه الازاحه لها ايه مقدار ولها اتجاه. طب ده المقدار، طب الاتجاه منين؟ والله انا ما اعرفش مثلا اكتب له مثلا شمال ولا شرق ولا الكلام ده كله. هقول له ايه ان الجسم، هقول له هقوم كاتب له كده حاجه اسمها ايه اللي هي ايه المتجه ايه دون كان اسمه متجه ايه. والله ده المتجه ايه دون كان اسمه متجه ايه واحده. تمام. قال لك هنقوم رايحين جايين ايه هنقول ان الجسم مشي في ايه في الاتجاه ده كده اهو مش الجسم بادئ من هنا اهو اعمل له كده سهم كده اهو ان الجسم مشي كده. تمام. في ايه المتجه ي اللي اسمه متجه الوحده ي. تمام اهو ادي متجه الوحده ي بس يا عم بس اهو يبقى 20 ي متجه بس. طيب ده بالنسبه لايه للازاحه وادي الاتجاه بتاعها. طب او ايه تاني اهو مسمي النقطه دي الف ودي باء ودي جيم. طيب او اقول له ايه او بدل 20 يه ديت متجه او رايح جاي قايل له ايه مش انا باجي اجيب الايه الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه اهو ادي نقطه البدايه ادي نقطه النهايه اهو يبقى من الف لجيم. تمام كده تمام يا عم. طيب بعد كده عندك السرعه الايه المتوسطه. طيب السرعه المتوسطه كانت بتساوي ايه مسافه كليه على زمن كلي اهو المسافه الكليه. والله المسافه الكليه كلها 45 زائد 25 يبقى دي 45 زائد 25. طيب على الزمن الكلي، والله الزمن الكلي 3/4 زائد ايه نص.
3 ارباع زائد ايه؟ زائد نص بتساوي 45 عندك و25 70. 70 على 3 ارباع تطلع تقريبا كام؟ 56 كيلو متر على الساعة. كيلو ايه؟ كيلو متر على الساعة. تمام تمام يا عم. طيب بعد كده متجه السرعة المتوسطة. متجه السرعة المتوسطة، او قبل ما اروح لمتجه السرعة المتوسطة ده يا حبيبي كان ايه؟ الراجل قال لي ان هي اتحركت 3 ارباع ساعة وبعد كده نص ساعة. طيب بص بقى، ممكن ما يجيبلكش ان هي نص ساعة مثلا يعني احنا دلوقتي بنجمع ايه؟ 3 ارباع ساعة مع نص ساعة، يعني دي ساعة مع ساعة، ساعات مع بعضها. ممكن ايه يقوم قايل للواد مثلا ايه؟ اتحرك يعني رجع تاني في الاتجاه المعاكس 25 كيلو في زمن قدره 10 او مثلا ايه 15 مثلا دقيقة. يقول ايه الواد؟ يقول لك ايه بقى؟ يلا يبقى 3 ارباع زائد 15. حمار، ده حمار كبير يا حبيبي. هو احنا بنجمع ساعات مع دقايق ازاي؟ انت هتحول 15 ديت ليه؟ هتحولها ليه؟ والله هتحولها لثواني. تمام؟ هتحولها اسف لايه؟ لساعات. هتحولها لايه؟ لساعات. ليه؟ لأن انت عندك دي ساعه. يا اما تحول الثلاث ارباع لدقايق، تمام، وتبقى كيلو متر لكل دقيقه، مش كيلو متر كمان لكل ساعه. تمام. طيب هنا بقى هتحول والله الدقيقه لايه؟ لساعه ساعتها. بدل 15 تبقى ايه؟ تقسم والله 15 على 60. تمام تمام. طيب ماشي يا عم. هو هنا الراجل قال لك ايه؟ نص ساعه في المساله بتاعتنا. طيب بعد كده عندك متجه السرعه المتوسطه. والله متجه السرعه المتوسطه كان بيساوي ايه؟ قال لك والله كان بيساوي الازاحه على الزمن. الازاحه الكليه على الزمن الكلي يبقى بيساوي الازاحه عندك انت لسه جايبها بكام؟ ب 20 يا متجه على الزمن الكلي اللي هو 3 ارباع زائد نص. نروح نحسبها تطلع معاك تقريبا بستة. بكام؟ ب 16 يا رب. 16 ي متجه. تمام تمام يا عم. يبقى ده متجه السرعه المتوسطه دوت الايه؟ السرعه المتوسطه ادي المسافه ادي الازاحه ادي المساله. نحل كمان ايه برضو معاك مساله عشان تثبت في دماغك. كل اللي جاي ده تقريبا مسائل. قال لك برضو عندي حاجه اسمها السرعه المنتظمه. تمام. قال لك ايه السرعه المنتظمه؟ السرعه المنتظمه يعني جسم ماشي بيتحرك حركه منتظمه. حركه منتظمه. وعندي برضو حاجه اسمها حركه غير منتظمه. حركه منتظمه يعني الجسم بيتحرك بايه؟ سرعه منتظمه، يعني السرعه ثابته. طيب انما حركه غير منتظمه يعني الجسم بيتحرك حركه غير منتظمه، يعني السرعه غير منتظمه، يعني السرعه متغيره بمرور الزمن. يعني مثلا قطعت مسافه مثلا ايه مش عارف ايه 100 متر، قطعت مسافه ايه كنت بتتحرك بسرعه مثلا 5 ايه كيلو ايه او 5 ايه 5 مثلا ايه متر على الثانيه مثلا يعني. بعد كده جيت ايه بعد كمان 20 متر جيت اتحركتهم في ال 20 متر ايه بعد ال 100 متر اللي قطعتهم كنت بتحرك بسرعه مثلا ايه 7 متر على الثانيه وهكذا. يعني السرعه عماله بتتغير، كانت 5 بقت 7 بقت 10 بقت 30 بقت 40 بقت 100، يعني كل شويه السرعه بتتغير. تمام ماشي. قال لك بقى انما ايه السرعه المنتظمه؟ سرعه ثابته. انا ماشي طول الطريق السرعه بتاعتي ثابته ما بتتغيرش مهما كان تغير المسافه او الزمن. طيب قال لك تعالى يلا السؤال اللي عليه الدور. قال لك برضو انت عارف طبعا ان السرعه قانونها مسافه على زمن. العين دي اللي هي السرعه قانونها مسافه على زمن. طيب بعد كده قطع بيقول لك ايه السؤال اللي عليه الدور؟ قطع راكب سياره على طريق ايه مستقيم، وخد بالك من طريق مستقيم، مسافه 40 كيلو متر بسرعه 20 كيلو متر على الساعه، ثم قطع 30 كيلو متر ايه لكل ساعه. طيب برضو بيقول لك بسرعه كام؟ اسف 30 كيلو متر بسرعه 12 كيلو متر على الايه على الساعه. اوجد متجه السرعه المتوسطه خلال الرحله كلها. يعني عايز يعرف متجه السرعه المتوسطه بيساوي ايه. طبعا علشان اجيب متجه السرعه المتوسطه يلزمني ايه؟ والله يلزمني ازاحه ويلزمني زمن. والله ماشي. طب والله انا هنا ما معيش ازاحه وما معيش زمن. لا يا حبيبي انت معاك ازاحه منين؟ بص بقى والله الراجل قال لك ان ايه اهو الازاحه ايه الازاحتين بتوع الايه. يعني مثلا ادي يا عم السياره قطعت مسافه 40 مسافه 40. طيب قال لك ثم قطعت كمان 30 يعني مشيت كمان 30. انا ما اعرفش ال 30 دول مثلا في الاتجاه المعاكس ولا في الايه في نفس الاتجاه. قال لك والله الراجل في نفس الاتجاه. يعني عايز يعرف متجه السرعه المتوسطه لو الايه السياره قطعت المسافتين الاثنين او الازاحتين الاثنين في نفس الايه في اتجاه واحد اهو. يعني قامت كمان ايه متحركه كمان 30 كده بالشكل ده كده اهو. تمام. ادي يا عم كمان 30. يعني دي الايه المسافه الاولى ودي كده المسافه الثانيه. طيب مش هو قال لك ان هي بتتحرك حركه مستقيمه؟ حركه مستقيمه تستنتج ايه؟ والله حركه مستقيمه هستنتج ان ايه؟ ان المسافه هي الازاحه. طالما الجسم بيتحرك حركه في خط مستقيم طريق مستقيم. الراجل بيقول لك ان هو طريق مستقيم. طريق مستقيم قلنا ازاحه بتساوي مسافه.
تمام يا عم. يبقى 40، يبقى ايه الازاحه كلها 40 و30. تمام. يبقى عين ميم متجه اللي هو متجه السرعه المتوسطه بيساوي الازاحه كلها بكام؟ 30 و40 كام؟ 70. تمام. تمام يا عم. طيب هنسميها ايه؟ 70 يه متجه على بقى الايه؟ الزمن الكلي. طب هجيب الزمن ازاي؟ والله الزمن اللي احنا بنرمز له بالرمز ايه؟ نون. هات لي الزمن الاولاني وبعد كده هات لي الزمن الثاني اهو. الزمن الاولاني اهو يبقى 20 ايه؟ 40 على 20. ما هو برده كان اهو الزمن هيجي ازاي؟ ادي نون اللي هي الزمن، ف بيساوي ايه؟ ف على عين، ف اللي هي الايه؟ المسافه على الايه؟ العين اللي هي السرعه. يبقى 40 على 20 بكام؟ والله 40 على 20 ب 2. طيب بعد كده هات لي الايه؟ الزمن الثاني 3 ايه؟ عندك دي 30 تمام. خلي لي دي 15 بس عشان نبقى برضو الارقام مظبوطه، مش عايزين ارقام عشريه. يعني لو طلعت معاك ارقام عشريه وكانت دي 12 عادي، بس انا بس ايه؟ علشان معناش آلة حاسبه فاحنا عايزينها ايه؟ نطلعها بس ارقام كده ايه؟ معانا شغاله يعني ارقام صحيحه. طيب بعد كده 30 على 15 ده الزمن الثاني يبقى كام؟ 2 برضو. يبقى دي 2 ساعه وادي برضو 2 ساعه. طيب الزمن الكلي كام؟ 2 وادي كمان 2. طيب يبقى كام؟ يبقى 4. تمام. يبقى 70 يه على 4. والله عندك 70 على 4 تطلع نص 70 35. نص ال 35 12 ونص. يبقى 12. تمام. او اسف 17 ونص. تمام. يه متجه. بس يا عم برضو اتاكد برضو 70 على 14 ايه؟ شوفوا برضو هتطلع بكام. طيب بعد كده السؤال اللي عليه الدور، او قبل ما نروح ايه؟ اسف للسؤال. حضرتك انا هطلب منك انت مطلوب انت اللي هتجيبه لي. يعني حضرتك انت اللي هتجيب المطلوب اللي انا هقوله لك دوت وتكتبه لنا ايه في التعليقات. حضرتك عايز برضو متجه السرعه المتوسطه خلال الرحله كلها، بس الجسم بقى ايه؟ مش الازاحتين في نفس الاتجاه، لا الازاحتين في عكس الاتجاه. يعني ايه؟ ازاحه راحت في اتجاه والثانيه في اتجاه. تمام كده يا عم؟ تمام يا عم. طيب يعني انا المطلوب الثاني بقى اللي انا هطلبه منك، انا جبت الازاحتين في اتجاه واحد، انا عايز منك انت الازاح ايه؟ عندك ايه؟ متجه السرعه المتوسطه لما يكونوا الازاحتين في عكس الاتجاه. طيب بعد كده بيقول لك اذا كان جسيم عند اللحظتين 2 و6 ثانيه عند ا 3 و5 وعند ب ايه؟ 7 و5 اوجد متجه السرعه المتوسطه والمعيار. طيب يعني عايز ايه؟ متجه السرعه المتوسطه والمعيار بتاع السرعه المتوسطه. يعني معيار المتجه، المعيار بتاع المتجه قلت لك بتشيل كلمه متجه خالص وكانها عايز السرعه المتوسطه بس يعني. طيب ماشي، نروح نجيب له اللي هو عايزه ده كله، هنجيب له كل اللي هو عايزه دوت. بيقول لك اذا كان جسيم عند لحظتين 2 و6. تمام. يبقى دي نون 1 ودي دي نون 2. هشتغل على القانون اللي كان بيقول لي ر ناقص ر على نون ناقص ايه؟ ناقص نون. مش كان عندي متجه السرعه المتوسطه اهو لو لحقت تنسى اهو افكرك بالقانون اهو، كان بيساوي ر ناقص ر نود على ايه؟ نون 2 ناقص نون ايه؟ 1 طب يلا نشتغل على نفس الكلام. نفس الكلام هنشتغل عليه عادي اهو. ادي يا عم دي نون 1 ودي نون 2، ادي 3 ودي 5. تمام. والله هات لي ايه؟ دي كده عند حضرتك اللي هي الف ديت هنروح نجيب منها ر 1. دي ر 1 اللي هي ر اهو متجه. تمام. طيب هتساوي ايه؟ والله دي 3 ايه؟ س. يعني دي 3 في الايه؟ احداث السين، يبقى 3 في الايه؟ في اتجاه س. طيب زائد 5 في اتجاه ص. طيب دي ر 1 هات لي ر 2. والله دي ر 2 هتساوي 7 في اتجاه س اهو زائد 25 في اتجاه ايه؟ في اتجاه ص. طب تمام يلا، يبقى هات لي يلا ف. يبقى ف ايه؟ او اسف عين ميم متجه. عين ميم متجه اهو بيساوي ايه؟ قال لك والله بتساوي الف على ايه؟ اهو او ر 2 ناقص ر 1 على نون 2 ناقص نون 1. مكملين يلا مكملين. هات لي يلا فين الر 2؟ والله 7 س زائد 25 ص ناقص. تمام. طيب السالب ديت والله انا هوزعها بقى على كل اللي بعدها. تمام. لما تخش هنا كده هتعمل لي قوس اهو ناقص 3 س كده كالاتي زائد 5 ص. صح؟ طيب السالب لما يجي يخش هيغير الاشارات وخلاص، فتقوم رايح جاي انت عامل لي ايه؟ 3 س اهوت ناقص 5 ص كالاتي كده زي ما احنا مكملين كده مع بعض على ايه؟ نون 2 ناقص نون 1. النون عندك بكام؟ 2 6
ناقص 2 مكملين 7 ناقص 3 كام؟ 4 يبقى 4 س. طيب 25 ناقص 5 ص بكام؟ والله يبقى عندك ب 20 ص. طب وبعدين 6 ناقص 2 كام؟ والله 4. طب وبعدين يبقى 4 س على 4 بس متجه زائد عندك كام؟ 20 على 4 بكام؟ ب5 ص متجه. بس يا عم. طب هو عايز ايه؟ هو عايز كده متجه السرعه المتوسطه، جبتها له. ده كده متجه السرعه المتوسطه اللي هو طالبه. بس طيب هو عايز بقى ايه؟ المعيار. هو عايز ايه؟ عايز المعيار. الراجل عايز المعيار. قال لك والله يبقى المعيار بيساوي، يبقى عين ميم متجه، المعيار بتاع العين ميم متجه كده اهو، اللي هي بتساوي العين ميم. طيب ليه انا كاتب هنا متجه وليه كاتب هنا عين ميم اللي هي ايه؟ السرعه المتوسطه. تمام. طيب ما انت لما تيجي تشيل حضرتك المعيار زي ما انا مع ايه؟ معرفك من الترم الاول ومن سنه اولى، تمام، المعيار بيروح مع الايه؟ المتجه، بيبقى لك عين ميم بس. تمام. اللي هي بتساوي ايه بقى؟ هتساوي جذر س ايه؟ سينات تربيع زائد صادات تربيع. يبقى جذر الواد يروح بقى ايه؟ اول غلط يقع فيه يقول لك هنا مفيش سين، مفيش حاجه هنا رقم وهنا قبال السين. يعني مثلا كان في المسائل اللي قبلها كان مثلا كنت تديني 3 س زائد مثلا 2 ص مثلا يعني تقول لي 3 تربيع زائد ايه؟ 2 تربيع. انما هنا مفيش حاجه جنب السين، يبقى صفر. اقول لك انت غبي وحمار، ما في هنا واحد بس مش مكتوب، يبقى 1 تربيع زائد عندك كام؟ 5 تربيع، تطلع جذر 26. تمام يا عم؟ تمام. طيب بعد كده، والله بعد كده السؤال اللي عليه الدور سؤال حلو. وبعد ما ايه نشرح السؤال دوت هديك ملحوظه وهكتب لك عليها سؤال حضرتك انت اللي هتحله برضه. يعني هسيب لك برضه سؤال هديك ملحوظه بعد ما ايه ما نشرح السؤال دوت، هعرفك يعني حاجه كده هكتبها لك هي ملهاش علاقه بالسؤال بس لها علاقه بالسؤال اللي انا هكتبه لك. طيب بيقول لك السؤال اللي عليه الدور دخل القطار طوله 150 متر نفقا مستقيما طوله ف متر، يعني النفق طوله ف. تمام. فاستغرق عبوره بالكامل من النفق زمن قدره 15 ثانيه، يعني القطار على ما عدى النفق كله خد 15 ثانيه. تمام. اوجد طول النفق اذا كان القطار يتحرك بسرعه منتظمه قدرها 90 كيلو متر على الساعه. بص والله انا ملاحظ ان هنا ايه؟ متر، هنا ثانيه. طيب علشان احول ايه؟ يبقى انا معايا سرعه كيلو متر على الساعه. طيب عشان احول السرعه من كيلو متر على الساعه لكيلو متر على الثانيه، والله اهو ادي يا عم التحويل من كيلو متر على الساعه الى كيلو متر على الثانيه. بص يا عم انا هقول لك احنا ازاي حولنا، هعرفك طريقه التحويل وبعد كده عايزك حضرتك ايه؟ تحفظ الارقام. انا هعرفك طريقه التحويل ربما ما يجيبلكش نفس ايه، يعني مثلا احنا بنحول دلوقتي من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه، ممكن يجيبها وايه؟ واعرفك برضو كيلو ايه؟ من كيلو متر على الساعه الى سنتيمتر على ايه؟ على الثانيه. ممكن مثلا يجيبها لك اي حاجه تانية غير دول، بقى انت حضرتك انا هعرفك الطريقه ازاي بس وبعد كده انت بتشتغل. طيب كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه. بص بقى والله هو الكيلومتر فيه كام ايه؟ فيه كام متر؟ والله 1000. طيب الساعة فيها كام ثانية؟ والله 60 في 60 اللي هي 3600. طيب والله عند حضرتك دي لما تروح ايه؟ تعملها تطلع عندك 5 على 18، تختصرها على الحاسبة تطلع 5 على 18. يعني ايه؟ لما تيجي يعني انت عايز تقول لي يا استاذ لما تيجي تحول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية تضرب ايه؟ في 5 على 18. طيب لو انت عند حضرتك بقى كيلو متر على الساعة عايز تحول الى سنتيمتر على الثانية اهو، هتعمل ايه؟ والله ايه؟ عندك الكيلومتر عشان تحوله لمتر هتضرب في 1000 صح؟ ادي 1000. طيب والمتر عشان تحوله لسنتي تضرب في 100 يبقى في 100 على كام؟ والله على برضو ايه؟ من الثانية لساعة ل 3600 تطلع 250 على 9. تمام. طيب يعني انت عايز تقول لي الكلام ده انا عايز اقول لك الكلام ده انت حضرتك بس يعني انا عايز حضرتك تفهم احنا جبناهم ازاي علشان لو ربما يغير لك ايه؟ تحويلات يعني. يبقى 250 على كام؟ 9. لو طلب منك اي تحويلات تانية حضرتك انت حافظ لي دول بس، ولو طلب منك اي تحويلات تانية هتعمل نفس ما عملنا كده ونفس الطريقة كده. طيب ماشي عرفنا التحويلات. طب ماشي انا هنا بقى ايه؟ معايا ثواني ومعايا متر وهنا السرعه مدالي بكيلو متر على الساعه، بدل ما اروح احول المتر لكيلو متر والثانيه لساعه، لا طب ما انا ايه؟ اشوف الهين، طب ما دي كيلو متر على الساعه احولها تحويله واحده، بدل ما اروح احول دي واحول دي هحول دي مره واحده وخلاص. كيلو متر على الساعه المتر على الثانيه يبقى هو 90
يبقى السرعة، اسف، السرعة اهو، السرعة اللي هي عين بتساوي ادي 90 في 5 على 18 تطلع بتساوي 25 متر على الثانية. طب تمام، كده جبنا الايه؟ جبنا السرعة. معانا السرعة يا عم دالة المتر على الثانية. طيب هو قال لك ان المسافة بتاع النفق كلها، المسافة بتاع النفق كلها والله تمام، يعني الايه؟ القطار على ما عدى النفق كله، على ما مشي في النفق كله قطع ايه؟ تمام، عندك 15 ثانية، عندك قطع 15 ثانية. طيب ماشي، يعني كده البتاع عندك قطع كام؟ 15 ثانية. طيب 15 ثانية ديت اللي هي الايه؟ الزمن، الزمن تمام. طيب والسرعة جبناها اهو. طيب ماشي، والله انت عندك المسافة اصلا كلها بتساوي ايه؟ المسافة كلها اصلا بتساوي ايه؟ والله عند حضرتك المسافة اصلا كلها، المسافة كلها، المسافة الكلية هتساوي ايه؟ والله قال لك هتساوي طول القطار زائد طول النفق. طول الايه؟ القطار زائد طول النفق، هتساوي طول القطار زائد طول النفق. يعني المسافة أصلا كلها هتساوي طول القطار زائد طول النفق. ما هو القطار عندك طوله 150، القطار أصلا طوله 150 تمام يا عم. القطار ده بقى والله قال لك القطار أهو طوله 150 أصلا، هو بره النفق، هعرفك ليه حالا. تمام، القطار هو طوله 150 هو أصلا بره النفق، يعني النفق هو لسه هيدخل النفق. القطار عشان يخش النفق كده هيبدا اهو واقف قدام النفق اهو بالظبط، يعني ده كده بدايه النفق، ده القطار اهو. يعني ده ايه؟ كله طول القطار اللي هو 150. عشان يخش النفق، النفق ليه طول معين تمام. طب عشان القطار يتحرك مش هيتحرك المسافه اصلا بتاعته كلها، يعني القطار ده القطار اهو عايز يخش النفق، فما يبدا يسحب هيسحب ايه؟ هيتحرك ايه؟ هيتحرك طوله كله، يعني الطول بتاعه كله هو هيتحركه اصلا تمام، وهيرجع تاني يخش داخل النفق. يعني انا اصلا واقف بره اهو، يعني انا دلوقتي مثلا ايديا ديت اهي، ايديا ديت ايه؟ يعني من اول هنا كده لحد هنا دي كده مثلا القطار، ده القطار اهو يا حبيبي. ايه؟ القطار دوت عايز يخش النفق. انا ايديا كده لما تيجي تتحرك، ايديا كده شوف ايديا تتحرك اهو، ايديا لما تيجي تتحرك كده عشان تخش النفق، يعني القلم ده كده بدايه النفق اهو، هتتحرك ايه؟ ايدي عشان تتحرك وتيجي تخش النفق هتتحرك مسافه ايدي كلها، يعني المسافه كلها عشان ادخل النفق، عشان اصلا ادخل ايدي كلها جوه النفق هتحرك مسافه ايدي، يعني مسافه ايدي دي كلها هتحركها عشان اخش جوه النفق، تبقى ده كلها دي كده داخل الجزء ده كده كله داخل النفق اللي هو القطار. تمام يا عم، كده ده بقى داخل القطار ايه؟ القطار ده كده هو بقى داخل النفق، يعني قطع مسافه الايه؟ القطار كله اللي هو طول القطار كله. طيب والقطار بقى جوه النفق، يعني خد جزء من النفق. طب عشان القطار يخرج من النفق هيقطع مسافه الايه؟ النفق كلها. تمام يا عم تمام. طيب كده ايه؟ زي ما قلت لك اهوت فعلا المسافه الكليه، قال لك المسافه الكليه هتساوي ايه؟ قال لك والله هتساوي طول القطار كله زائد طول النفق. تمام يا عم. طيب طب مش المسافة عندك اللي قطعها دلوقتي الجسم بتساوي ايه؟ والله المسافة عند حضرتك كان عندك مثلث كده اهوت ف عين نون تمام، الف كانت بتساوي عين في نون، يعني ايه؟ السرعة في الزمن. طيب يعني المسافة كانت بتساوي ايه؟ السرعة في الزمن. طيب والله انت عندك الاول اهو المسافة الكلية بتساوي سرعة في زمن، هشيلها واحط مكانها سرعة في زمن اهو. السرعة عندك بكام؟ ب 25. في الزمن عندك بكام؟ ب 15 في 15 اهو بتساوي، ده المسافه الكليه جبتها اهو، مش بتساوي طول القطار زائد طول النفق. طيب طول القطار عندك بكام؟ ب 150 متر زائد طول النفق طيب ماشي، طب وبعدين قال لك هت ايه؟ يبقى بتساوي دي عند حضرتك بتساوي والله 375، دول كده حصل ضربهم 375. طيب علشان اجيب هتعدي لي دي هناك باشاره مخالفه، يبقى بتساوي 375 ناقص 100 ايه؟ 150 تطلع 225 متر، ده الايه؟ اللي هو طول النفق. تمام يا عم تمام. طيب هقول لك ملحوظه وبعد كده اديك عليها مساله. قال لك والله عندك ملحوظه، ايه الملحوظه ديت؟ مالهاش علاقه بالسؤال دوت. لو عندي جسمين، يعني انا مثلا ايه؟ جسم اهو وكمان جسم، انا دلوقتي بتحرك ناحيه الجسم ده والجسم ده بيتحرك ناحيتي، يعني هو ايه؟ انا رايح له وهو جاي لي. تمام، قال لك علشان احنا الاثنين نتقابل هيبقى زمني قد زمنه، دي عندي الكتاب بيقول لي كده، زمني قد زمنه.
زمني هي ايه؟ هيبقى قد زمنه. قال لك طب وايه تاني؟ قال لك والله وايه تاني؟ قال لك والله المسافه الكليه، المسافه بتاعتنا كلها، المسافه الكليه تمام. قال لك هتساوي مسافتي اللي انا اتحركتها قد مسافته. يعني انا المسافه الكليه هتساوي المسافه اللي انا اتحركتها قد المسافه اللي هو اتحركها. يعني هنستنتج، يعني دلوقتي لو جسمين هيتقابلوا، الجسمين دول عندي هيتقابلوا، هستنتج ايه؟ والله هستنتج ان زمني قد زمنه. يعني انا جسم اهو وجسم كمان جاي يقابلني، احنا الاثنين ماشيين قبال بعض. شفت كده لما يبقى الايه؟ الاب كده مثلا جاي من الشغل والواد الصغير ايه رايح يجري عليه كده، ده بيتحرك ناحيه الايه؟ الواد الصغير، والواد الصغير ايه؟ بيتحرك ناحيه ابوه. يقوم جاري عليه، يقوم ايه؟ ابوه يا حبيبي، يقوم رايح جاي حاضنه كده. هو كده. قال لك هيبقى الزمن بتاع الولد دوت هيبقى قد زمن ابوه. تمام. والمسافه الكليه هتساوي مسافه الولد قد المسافه بتاع الاب اللي اتحركها. بس يا عم، بس دي عندي الملحوظه بتاعتي. نديك عليها سؤال نكتبه لك ونسيبك حضرتك تحله. ادي عند حضرتك الملحوظه اللي قلت لك عليها. لو عندك جسمين متقابلين مع بعض اهوت، زمن الاول بيساوي زمن الثاني، المسافه الكليه بتساوي مسافه الجسم الاول قد المسافه اللي قطعها الجسم الثاني. في واحد يعني زائد في اتنين. قلت لك بقى نيجي المساله ايه بتاعتك. يقول لك مدينتان الف وب، الطريق بينهما مستقيم، قامت سياره متجهه من الف الى ب بسرعه 25 كيلو متر على الساعه، وفي نفس اللحظه قامت سياره اخرى من ب متجهه نحو الف بسرعه 65 كيلو متر على الساعه. اوجد متى واين تتقابل السيارتان، علما بان طول الطريق بينهم 180 كيلو متر. ده السؤال ده عند حضرتك، انت حضرتك اللي هتحله. كده خلصنا مع حضرتك جزء كبير من الدرس. فضل لك عند حضرتك السرعه النسبيه، هننزلها لك في فيديو تاني تمام، علشان برضو مش عايزين نطول عليك والفيديوهات تبقى طويله. كده كده منهج الايه التطبيقيه صغير يعني مش كبير. واتمنى تكون حضرتك فهمت كل اللي اتشرح، واكون قدرت اوصل لك الدرس. ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.